خير الكلام ما قل ودل. اسمعوا هذه الرسالة وتأملوها جيدا. أشد الآلام ليس ألم الجسد بل ألم القلوب. قلب طاهر يخدع، ونبض صادق يهان، ودمعة صامتة تخفي وراءها جبالا من الوجع. اعلموا أن ألم القلوب يذيب صاحبه ببطء لا يرى بالعين، ولكنه يحرق الروح. واعلموا أن من خذله الناس فليعلم أن الله عز وجل لا يخذل، هو وحده الذي يجبر كسر القلوب ويحول الدموع إلى نور وطمأنينة. فرددوا دائما: يا رب اجعل لنا في قلوبنا سكينة لا تزول، ونورا لا يخبو، ورجاء لا ينقطع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.